وحشتوني. التلاعب النفسي. التلاعب النفسي من أخطر الحاجات اللي ممكن يتعرض لها الإنسان في علاقاته الإنسانية، سواء كانت علاقات زوجية أو عاطفية أو أسرية أو حتى في شغلنا. المشكلة إن التلاعب النفسي مش بيكون واضح من البداية، وكتير من الناس بيقعوا فيه من غير ما ياخدوا بالهم، لغاية ما يلاقوا نفسهم فقدوا ثقتهم في نفسهم وبقوا مش قادرين يميزوا ما بين الصح والغلط. المتلاعب النفسي غالبا بيستخدم أساليب خفية تخلي الطرف التاني يشك في نفسه من غير ما يحس، ويحس بالذنب طول الوقت ويبدأ يعتمد عليه نفسيا وعاطفيا. ومع الوقت بتتأثر صحتك النفسية بشكل كبير، وبيظهر القلق والتوتر والحزن وفقدان الثقة بالنفس. طب تعالوا معانا نعرف يعني ايه تلاعب نفسي. التلاعب النفسي هو محاولة شخص إنه يسيطر على مشاعرك وأفكارك وتصرفاتك بطريقة غير مباشرة عشان يحقق مصلحته الشخصية. المتلاعب النفسي نادرا ما بيطلب اللي عايزه بشكل واضح، لكنه بيستخدم الضغط العاطفي أو الكذب أو التشكيك أو استغلال المشاعر عشان يوصل للي هو عاوزه. طب إيه هي علامات التلاعب النفسي؟ رقم واحد، التشكيك في إدراكك للواقع. من أشهر أنواع التلاعب النفسي إن الشخص يخليك تشك في نفسك وفي ذاكرتك، وممكن يقولك أنت فاهم غلط، أنا ما قلتش كده، أنت حساس زيادة عن اللزوم، أنت بتتخيل. ومع الوقت تبدأ تسأل نفسك هو أنا فعلا اللي غلط؟ رقم اتنين، لعب دور الضحية. المتلاعب النفسي دايما بيظهر نفسه بريء حتى لو هو السبب في المشكلة، ولما تواجهه بخطأ عمله يرد يقولك بعد كل اللي عملته عشانك انت بتهاجمني، انت حسسني غلط، انا مظلوم معاك، انت بتهاجمني دايما، واضح ان محدش مقدرني. فتلاقي نفسك بدل ما تحاسبه بتواسيه. رقم ثلاثة، الشعور المستمر بالذنب. بيخليك تحس ان انت دايما مقصر مهما عملت. لو رفضت طلب انا كنت متوقع اكتر من كده، لو اشتكيت انت عمرك ما بتشوف اللي بعمله عشانك، فتعيش في دايرة من تأنيب الضمير. رقم أربعة، التقليل من مشاعرك. لما تعبر عن حزنك أو غضبك يقولك الموضوع ما يستاهلش، انت مكبر الأمور جدا، انت درامي زيادة عن اللزوم، انت اوفر قوي. فتبدأ تخبي مشاعرك وتكتم جواك. رقم خمسة، العقاب بالصمت. من الأساليب المؤذية جدا لما يزعل منك يختفي أو يرفض الكلام أو إنه يتجاوب معاك أحيانا لساعات أو لأيام، وده بيخليك تدخل في حالة من القلق والتوتر وتحاول تراضيه حتى لو هو مش غلطان. رقم ستة، المدح المبالغ فيه ثم الإهانة. في البداية يرفعك لسابع سما أنت أفضل شخص في الدنيا، وفجأة يبدأ ينتقدك ويحسسك إنك قليل قوي، وده بيخلي الشخص متعلق ومستني يرجع التقدير القديم ليه تاني. طب ليه بعض الناس بتستخدم التلاعب النفسي؟ في أسباب كتير قوي، منها حب السيطرة، الشعور بالنقص، الخوف من فقدان الآخرين، التعلم في بيئة أسرية غير صحية، أو اضطرابات الشخصية عند بعض الأشخاص. وده مش معناه إن إحنا بنبرر السلوك، ولكنه بيفسر جزء منه. طب إيه أثر التلاعب النفسي على صحتنا النفسية؟ أولاً، فقدان الثقة بالنفس. بعد فترة من التشكيك المستمر بيبدأ الشخص يحس إن هو مش قادر ياخد قرار لوحده، يقعد يسأل الناس في كل حاجة لأنه ما بقاش واثق في قدرته على حكمه على الأمور. ثانياً، القلق المستمر. الشخص بيعيش متوتر أغلب الوقت، يفكر هو زعلان ليه، أنا عملت إيه غلط، هيحصل إيه بعد كده، ويفضل عقله في حالة من الاستنفار الدائم. ثالثاً، الاكتئاب والحزن. لما الإنسان يحس إنه مهما عمل مش كفاية وإن مشاعره مش مهمة، يبدأ يفقد الحماس والطاقة في الاستمتاع بالحياة. رابعاً، العزلة الاجتماعية. المتلاعب أحياناً بيحاول يبعدك عن أهلك وعن صحابك، ومع الوقت الشخص بيلاقي نفسه وحيد ومش لاقي حد يدعمه غير المتلاعب بيه نفسياً. خامساً، الإرهاق النفسي. إن أنت تعيش في علاقة مليانة تشتت واستنزاف بيستهلك طاقتك النفسية بشكل كبير جدا. الشخص يصحى تعبان وينام تعبان رغم إنه ما عملش مجهود بدني. سادساً،
ثالثا اضطرابات النوم، كتر التفكير والتوتر هيؤدي لأرق، لأحلام مزعجة، لنوم متقطع. سابعا انخفاض تقدير الذات، الشخص بيبدأ يصدق الكلام السلبي اللي بيتقاله عن نفسه، ويشوف نفسه أقل من اللي حواليه رغم إن الحقيقة غير كده خالص. طب إزاي نحمي نفسنا من التلاعب النفسي؟ اعترف بالمشكلة. أول خطوة إن أنت تدرك إن اللي بيحصل لك ده مش طبيعي. اسمع مشاعرك بصدق. لو دايما حاسس بتوتر أو ذنب أو خوف في العلاقة، اسأل نفسك ليه. حط حدود واضحة لنفسك، من حقك ترفض أي إساءة أو ضغط نفسي بتتعرض له. اوعى تبرر السلوك المؤذي باستمرار، كل الناس بتغلط، لكن تكرار الأذى ده مش غلطة. حافظ على شبكة دعم خاصة بيك، حافظ على ناس مقربين ليك بتتكلم معاهم. اطلب المساعدة المتخصصة لو التلاعب أثر على حياتك بشكل كبير. الاستعانة بأخصائي نفسي أو معالج نفسي خطوة مهمة جدا. ختاما، التلاعب النفسي مش مجرد خلافات عادية بين الناس، لكنها نوع من أنواع الأذى العاطفي اللي ممكن تسيب جروح عميقة جوانا. أخطر ما فيه إنه بيحصل بهدوء وعلى فترات طويلة، لدرجة إن الضحية أحيانا ما بيكتشفش اللي بيحصل له غير بعد ما يكون فقدت جزء كبير من ثقتها بنفسها وراحتها النفسية. عشان كده مهم جدا نتعلم نميز ما بين الحب والسيطرة، وما بين النصيحة والتقليد، وما بين التملك. العلاقة الصحية هي اللي هتخليك أقوى وأهدى، لكن العلاقة اللي تخليك خايف ومتوتر طول الوقت دي علاقة غير صحية ومحتاجة مراجعة ووقفة جادة جدا. افتكر دايما ان احترامك لنفسك وصحتك النفسية مش أنانية، وان انت تحط حدود حق من حقوقك، وان وجودك في علاقة مؤذية مش معناه ان انت تفضل فيها للأبد. التعافي ممكن، واستعادة الثقة بالنفس ممكنة، وكل إنسان يستحق علاقة قائمة على الاحترام والتقدير والأمان النفسي. ودمتم سالمين.